عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعضياتنا حريشات بدقيق الذره. الناس اللي كتعجبهم الذره، هادو حريشات بالذره اخواتي كيجيو هائلين وكيجيو لذاذ، كيجيو رائعين. الناس اللي كتعجبهم الذره حريشات دغيا كيوجدوا، ما فيهمش بزاف ديال الخدمه، ساهلين في 10 دقائق. يعني الوقيته اللي نتوما تتوجدوا فيها بالريريد ديالاتي فالحريشات ديالكم كيكونوا واجدين، اولا تتوجدوا القهيوه ديالكم ديال العشيه فالحريشات ديالكم كيكونوا واجدين. بلا ما نطول عليكم اخواتي نخليكم من الفيديو. ما تنساوش اخواتي اللايك، وما تنساوش زياره صندوق الوصف، فيه المقادير اخواتي اولا المكونات، وفيه وسائل التواصل الاعلامي اللي باغا تتواصل معي اخواتي. ونتمنى اخواتي الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ما تنساوش اخواتي من اللايك. بسم الله على بركه الله. نبداو بتحضير الوصفه ديالنا اخواتي. حاجتنا هنا في دقيق الذره كيف ما تتشوفوا، ماشي السميد وانما الدقيق اللي كتكون هكا ميله كما كنقولوا بزاف، اللي كنستعملوها اخواتي في تحضير الكسكسو ديال البداس. غنحتاجوا فيها 3 كؤوس. الكاس المعتمد اللي عندنا اللي هو كاس العنبه اخواتي. 3 الكؤوس كيف ما كتشوفوا يكونوا عامرين. عندنا هنا كاس ديال الدقيق الابيض او دقيق الفورص اللي غنحتاجوا فيه حتى هو كاس. نخلطوا هاد النواشف مع بعضياتهم اخواتي. عندنا كاس هنا معامرش ديال السنيده، او كاس الا ربع، او كاس الا الربع ديال سكر السنيده. ممكن تستعملوا غير نص كاس، الحلاوه كتبقى اختياريه اخواتي. عندنا هنا كيس ديال سكر فانيلا او منسم بنكهه الفانيلا. عندنا هنا كيسين من خميره الحلويات. هنا غنديروا رشه ديال الملحه باش نهرسوا هذيك الحلاوه اخواتي. صافي غنخلطوا النواشف مع بعضياتهم. نستعملوا اليدين اخواتي. صافي من بعد ما خلطنا كيف ما تتشوفوا النواشف، حنا كنضيفوا السوائل اللي عندنا. بسم الله. اول شيء كنضيفوا عندنا كاس هنا ديال كاس الا الربع ديال الزيت النباتيه، كاس الا الربع. كنخلطوا بها هاد السميده مع هاد هاد النواشف اللي عندنا كاملين، يعني بحال كنبسبسوهم كيف ما تتشوفوا. بالسميده هي الاولى كما كتشوفوا اخواتي. كنبسبسوا هنا النواشف اللي عندنا بديك الزيت اللي حنا ضفناها. الزيت خصها تدخل هنايا في هاد النواشف كاملين اللي عندنا. كيف ما كتعرفوا الحرشات اخواتي ما تيحتاجوش الدلك، فغير كنجمعوهم. فضروري هاد الزيت اولا الزبده اللي استعملتوها، ممكن تستعملوا اخواتي حتى الزبده. انا شخصيا كنستعمل الزيت لانها كتجي زوينه هنا في هاد الحرشات. كما قلت لكم الزيت كتدخل هكا في هاد الدقيق ديال الذره. كيف ما كتعرفوا حتى السميد حتى هي الا درنا ليها الحرشات ديال السميد، الا درنا لها الزيت وبسبسناها هكا فهي كتجي لذيذه وكتجي رائعه كيف ما تتشوفوا. والحبيبات ديال السميد اولا ديال الذره فهي كتفرق لينا وكتجي مفرزه، ما تجيش لاصقه في بعضياتها كيف ما تشوفوا. صافي هنا اخواتي كنضيفوا اخواتي هنا بيضه. عندنا بيضه كامله كيف ما تشوفوا. بسم الله. كنضيفوا هنا كاس الا الربع ديال الحليب عادي، ما دافئ ما والو، غير من حراره المطبخ. وكنضيفوا هنا كيف ما كتشوفوا 3 المعالق عندي كبار ديال الشعريه ديال الشوكولات اولا الفيرميسيل ديال الشوكولات اولا حبيبات الشوكولات. صافي كنجمعوا هاد الخليط غير بهاد البيضه وبهاد الدقيق هاد الزيت اللي حنا استعملناه وهاد الحليب اللي حنا استعملناه. هادو هما السوائل اللي كاينين اخواتي في هاد الحرشات ديالنا. كما تشوفوا ساهلين دغيا تيتجمعوا، ما فيهمش الدلك. كيف ما كتعرفوا الحرشه ما كتحتاجش اننا ندلكوها. صافي غير كنلموا العجين ديالنا هكا اولا الخليط ديالنا كيف ما تشوفوا غير باليد هكا. صافي هنا اخواتي كنكونوا مسخنين الفرن على 180 درجه حتى يحمى مزيان. نبداو التشكيل ديال الحريشات ديالنا مباشره من بعد ما كيف ما شفتوا خلطنا الخليط ديالنا. ما كنبقاو نضيفوا حتى شي اضافه، مباشره اخواتي هنا كنبداو نشكلوا. يعني هاد الحريشات ديالنا ما تيحتاجوش اننا كما تنقولوا يرتاحوا شويه، مباشره كنبداو اخواتي في التشكيل ديالها. كناخذوا هنا اخواتي شويه السميده رقيقه اولا السميد كما تشوفوا ديال الحلويات ولا ديال البسبوسه. كناخذوا هنا زلافه كنديروا فيها شويه ديال الماء. صافي كناخذوا الطاوه ديالنا اللي حنا غنحطوا فيها اولا غنوجدوا فيها
الحريشات ديالنا. هادو هما الحريشات ديالنا. اول شيء كنديروا ايدنا في الماء هكا سهل اخواتي، وكنهزوا القياس اللي حنا غادي نخدموا به الحريشات ديالنا كما تشوفوا بهذا الشكل صافي. وكندوزوها في هاد السميد صافي، وكنحطوها هكا في الطاوه ديالنا. كنعاودو نديرو يدنا الماء صافي، وكنهزو القياس ديال الحريشه اللي حنا بغيناه هكا على شكل كره صافي، وكنحطوها في السميد هكا صافي، وكنضغطوا عليها واحد شويه هكا كيف ما شفتوا، وكنحطوها في الطاوه ديالنا. سهله العمليه اخواتي ودغيا تتوجد، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات كما شفتوا صافي. وكنضغطوا عليها هكا صافي، وكنكملوا التشكيل ديال الحريشات ديالنا كاملين. نديرهم اخواتي يكونوا متباعدين على بعضياتهم كيف ما شفتوا، لانهم مازال غادي ينتفخوا لان فيهم الخميره. هنا من بعد ما سالينا التشكيل ديال الحريشات اللي عندنا اخواتي، الفرن كما سبق قلت لكم خدمته اولا شغلته على 180 درجه. اللي عنده الفرن ديال الغاز اخواتي يدير الفرن متوسط، يعني يشعل العافيه متوسطه اولا النار متوسطه حتى يحمى الفرن. من بعد كتدخلوا الطاوه ديالكم من الفوق بحال الشكل اللي كنطيبوا الغريبه اخوات. راه ما شاء الله راه كاع كيعرفوا يطيبوا الغريبه. انا كنتكلم مع المبتدئات، يعني النار تكون من الفوق حتى يتشقق لنا الوجه ديال الحريشات ديالنا. هذيك الساعه كنهبطوا الطاوه ديالنا يتحمر ليها الوجه. انا شخصيا في الفرن ديالي اخواتي ديال الكهرباء اولا الفران ديال الضوء، فانا كندير 180 درجه حتى تيحمى. تندخل الحريشات ديالنا من الفوق كما قلت لكم حتى تيطرطق ليهم الوجه ديالهم، وفي نفس الوقت راهم كيتحمروا، يعني كيطيب الطياب ديالهم اولا الاستواء ديالهم اولا الطهي ديالهم، فهو كيتم يعني. والطاوه كتكون الفوق، يعني ما كنحتاجش انني نهبط الطاوه ديالي لتحت. هادو هما الحريشات ديالنا اخواتي من بعد ما خرجناهم من الفرن كيف ما تشوفوا الشكل ديالهم ما شاء الله كيف كيجيو. فحنا نخلوهم حتى يبردوا اخواتي ونقدموهم كيف ما تشوفوا. كيجي الشكل ديالهم رائع وكيجيو لذاذ اخواتي، خصوصا الناس اللي تتعجبهم دقيق الذره اولا الذره فكيجيو هائلين بالشوكولاط. نتمنى اخواتي من وصفه اليوم انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وإلا عجبتكم اخواتي ما تنسوناش من لايك والبارطاج بطبيعه الحال، والتعاليق الممتازه اللي دائما عودتونا عليها. شكرا بزاف لكم اخواتي، لكم جزيل الشكر. شكرا بزاف، خصوصا الاخوات اللي دائما معايا من بدايه القناه، فكنقول لهم شكرا بزاف. ما كتيحش لي الفرصه انني نشكركم، فنتمنى من الاخوات انهم يبقاو حتى لاخر الفيديو ويسمعوا هذه كلمه الشكر في حقهم، خصوصا الاخت كلام فنجان. فانا كنشكرها بزاف هذه الاخت، يعني ليها خير كبير عليا بخصوص القناه. انا من المتتبعات ديالي القدامات، اول وحده شجعتني انني ندير القناه ودائما معايا. شكرا بزاف اختي فاطمه. نتمنى اخواتي وصفه اليوم انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. والى عجبتكم كما دائما كنقول لكم لايك اخواتي، وخليت لكم راحه اخواتي في امان الله. وفيديو قادم ان شاء الله بشيوه من شيوات اختكم ام حمزه.